تفتكر زلزال فوز الاهلي على الزمالك اللي كان بقوه 3 ريختر هيعدي بالساهل كده؟ يعني ماتش كده وعدى بالساهل؟ لا يا معلم، ده ليه قنبله توابع. بس قبل بقى ما اعرفك على التوابع اللي حصلت بعد الماتش ده، لو ما اشتركتش كده في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وبقول لك ايه، بالله عليك يا اخي اللايك، والله العظيم 3 اللايك لا بفلوس ولا بيسحب نت زياده، والله ما بيسحب نت زياده. هتدوس بس دوسه لايك عشان اللايك ده والله العظيم بيفرق معايا جدا، بيفرق معايا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله هنبدأ حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لك، زلزال فوز الأهلي على الزمالك اللي كان بقوة 3 ريختر ليه توابع كتير قوي. أولها إيه يا معلم؟ أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الماتش ما خلص طلع عمك امير مرتضى منصور وقال لك ايه؟ انا عايز اداري على الفضيحه اللي حصلت دي وعلى الوكسه المنيله ب60 نيله اللي حصلت لنا، واخلي جمهور الزمالك يحل من على قفانا شويه. بصوا يا جماعه، انا مستقيل، سلام عليكم. مستقيل فين يا عم الحاج؟ ده ايه يا برنس المسرحيه الهزليه دي؟ ده انت بس تلاقي مرتضى منصور قال لك بقول لك يا امير تعالى كده، بص العيال اللعيبه دي كلها بتقبض، انا وانت واحمد ما بنقبضش. بعد الماتش تمام اطلع كده استقيل، وان شاء الله في القعده بتاعت الانس بتاعت بكره دي اللي هي قعده مجلس الاداره، ان شاء الله كده ايه هناخد قرار بالاجماع تمام، وان شاء الله هنرفض الاستقاله دي. وهو ده اللي حصل يا برنس، تاني يوم الاستقاله اترفضت. وزي ما قلت لك المجلس اللي حصل ده اللي هو كان فيه 10 اشخاص اللي انا ما اعرفش طبعا مين هم، طلع مرتضى منصور برضو وقال لك ايه؟ احنا جددنا الثقه في فريرة 3 ماتشات. يعني هم جددوا الثقه في يعني طب جدد الثقه في الراجل لاخر السيزون؟ لا يا معلم، هم 3 ماتشات بس، اللي هو ماتش تقريبا الغزل اللي جاي وفاركو وفيوتشر، بس كده بتجدد الثقه في الراجل 3 ماتشات بس. وقال لك احنا خدنا قرار بالاجماع 9-1. مين الواحد اللي عايز يمشي الراجل ده؟ يا جماعه سيبوه، سيبوا فريرة يا جماعه، سيبوا ده. بسم الله ما شاء الله الراجل بقى جهبذ، الراجل يعني كان جاي لكم فله شمعه منوره، الراجل يعني راح بتفكيره في الشلاحات. يلا ربنا معاه بقى ومعاكم باذن الله. خليني بقى اقول لك على تابع جديد من توابع الزلزال ده يا معلم، وهو مؤتمر بقى ايه مرتضى منصور للسحر والشعوذه. يعني مؤتمر كده يا معلم، انت فاكر ان هو هيعدي بالسهل؟ طبعا بعد الماتش ده لازم نعمل مؤتمر، نخش مكتب سيادة المستشار تمام، ويبقى فيه 2 واقفين او قاعدين وحاطين وشهم في الارض، ما تعرفش هو كاسر عينهم ولا ايه. المهم ان ال2 اللي كانوا قاعدين المره دي يعني كان خالد لطيف وجمال عبد الحميد. الراجل عمل مؤتمر يا جماعه 45 دقيقه، منهم 43 دقيقه بيشتم في كهربا وجايب سيرته في ال 43 دقيقه. تخيل 43 دقيقه ساب كل حاجه بقى، ساب ان هم شالوا 3، ساب ان هم عندهم مشاكل في النادي، ساب ان عنده لعيبه بتاخد منشطات، ساب كل حاجه، ساب اداء منيل ب60 نيله، وقال لك ايه؟ كهربا والواد كهربا، ونزل في شتيمه فيه ويا عيني في اهله، وشتم برضو كابتن محمود الخطيب ومعتقش الدنيا خالص. وانا بصراحه مش عارف الموضوع ده معدي ازاي كده، ما تعرفش الموضوع ده بجد والله يا جماعه معدي ازاي كده، ان انت تطلع تشتم في الناس دي، تقعد كده تشتم ساعه الا ربع نازل شتيمه في الراجل، وعمالين يا جماعه تقولوا ان الراجل مش مسبب لكم حرقان. ده انتوا ولا صيدليه كناكوم مكفياك اهو، ده انت طلعت مش جايب سيره غير الراجل. يعني كل ده يا معلم، وبعد كل اللي عملوا فيه ده وشتيمه ويعني حاجه منيله ب60 نيله، قال لك ده احنا قدمنا شكوى لرابطه الانديه في كهربا. بعد كل ده بتقدم شكوى في رابطه الانديه في كهربا؟ يا راجل حرام عليك. لا واضحك بقى يا برنس، ساب كل حاجه برضو، والراجل مسك في محمد نصر مخرج الماتش، قال لك محمد نصر عاد لقطه جول كهربا 89 مره. ايه يا محمد يا نصر؟ ايه يا جدع؟ يعني هتطلع اهلاوي انت كانت تعيد لقطه الجول بتاع كهربا 89 مره؟ انتوا عارفين يا جماعه والله مرتضى منصور عمل زي ايه بالظبط في الحوار اللي انا بحكيه لكم ده؟ بجد والله عامل زي ما تكون انت مثلا ايه بتعدي الشارع تمام، وعربيه كانت هتخبطك، فانت من نرفزتك بدل ما تشتم السواق قمت شاتم الراجل اللي قاعد جنب السواق. بالظبط والله هو ده اللي حصل. انا ما اعرفش والله العظيم، يعني ما اعرفش المواضيع دي بيجيبوها منين والله يا جماعه، اقسم بالله قمه الضحك. خليني اقول لك بقى برضو على حاجه تانية، الاهلي طبعا ما سكتش على التجاوزات اللي عملها مرتضى منصور دي، والنهارده الاهلي قدم 3 شكاوى في رئيس الزمالك، قدم شكوى لرابطه الانديه والاتحاد الكوره ولجنه الانضباط. والنهارده برضو رابطه الانديه طلعت قالت ان هي احالت الشكوى بتاعت النادي الاهلي دي لمين؟ للجنه الانضباط. لان طبعا يا جماعه الموضوع ده ما ينفعش ان هو كده يعدي بالساهل.
خليني اقول لك برضو بقى على تابع فكاهي جدا من اللي حصل من بعد لقاء القمه اللي فات ده. سيد عبد الحفيظ وهو خارج شاف كهربا كده فقال له عاش يالا، ايه ياض الجمال ده، ايه ياض الجمال والحلاوه دي. تخيل كهربا يرد يقول له ايه؟ بيقول له يا كابتن بالله عليك هو ماتش الزمالك الجاي امتى؟ الواد فاكر نفسه بيلعب في حجز ساعه ونص. ده الراجل بيلعب في حجز ساعه ونص. ده هقول لك حاجه، ده الراجل من كتر ما عارف ان دفاع الزمالك شرك وهو خارج قال لمحمد شريف ياد هتجيب جول، هتجيب جول يالا. ومحمد شريف سبحان الله بص ما تنهاش، مش جول ده جاب جولين. والجول الثالث اللي هو بقى ايه اللي كان عدى كوبري اكتوبر، والله كوبري اطول من كوبري اكتوبر. الواد حمدي فتحي حط كوبري اطول من كوبري اكتوبر، حاجه يعني مهانه بصراحه. بعد الماتش ده يا معلم عشان اقول لك برضو على تابع تاني، الزمالك بعد ما خسر الماتش ده نزل للمركز الرابع. بس سبحان الله امبارح بقى المقاولين عمل ريمونتادا على نادي الداخليه وكسب 2-1. سبحان الله الزمالك هوب قام راكب الاسانسير وهوب نزل للمركز الخامس. كفايه بقى يا جماعه، يا ريت بقى يا جماعه كده كفايه الجوله دي ومحدش يلعب ماتشات تاني لحسن نصحى بكره نلاقي الزمالك هبط درجه تانيه ولا ايه يعني يا جماعه؟ تعالى بقى اقول لك على شويه ارقام قياسيه كده حصلت بعد لقاء القمه الاخراني ده. بص يا معلم، تعرف ان الزمالك ما كسبش الاهلي في الدور الاول في الدوري من سنه 2003؟ تخيل 21 سنه الزمالك ما كسبش الاهلي في الدور الاول في الدوري من سنه 2003. طب خد دي كمان، تعرف ان فيريرا في الفترتين اللي تولى فيهم تدريب نادي الزمالك ما كسبش النادي الاهلي في الدوري خالص؟ تخيل الاهلي كسب ماتشين وتعادل ماتش، فيريرا ما كسبش الاهلي في الدوري خالص. خد بقى التالتة دي، محمد شريف يا معلم بالجولين اللي جابهم في الزمالك تمام بقى الجول الخامس ليه اللي احرزه في نادي الزمالك. خد الرابعه بقى والانقح، تعرف ان الثلاث شلاليت اللي اداهم الاهلي للزمالك يوم السبت دول السبعه في تاريخ الاهلي. يعني الاهلي ادى الزمالك 3-0 7 مرات في تاريخ مواجهه الفريقين. شفت يا معلم بقى شويه الارقام القياسيه دي حاجه كده ايه وستيك ولوز. قبل بقى ما اختم حلقتي النهارده ما تنساش ان الماتش الجاي للاهلي ان شاء الله هيبقى يوم الثلاث 24/1 الساعه 7 مع البنك الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكسب ويفتح كده حساب فيه جولين ولا 3 كده في البنك الاهلي ان شاء الله علشان نعزز الصداره ونبعد بقى ايه عن الغريم التقليدي ده وخليه هو بقى ايه في المركز الخامس كده ان شاء الله مع نفسه. وربنا يدينا ويديهم الصحه وطولة العمر. يا رب تكون بقى حلقه النهارده كده عجبتكم. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.